أعزائنا التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم هو من سورة الملك. نقرأها أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إلى هنا الحفظ. معنى الآية هنا تبارك ومعناها كثر خير، ليبلوكم ليختبركم، العزيز الذي لا يغلب، طباقا طبقة فوق أخرى، تفاوت اختلاف، فطور نقص، كرتين مرتين، ينقلب يرجع، خاسئا خائبا، حسير عاجز، رجوما للشياطين أي منعا للشياطين. نأتي هنا إلى المناقشة. سؤال يقول: تبارك الذي بيده الملك. بما سميت هذه السورة؟ سميت بالملك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يملك ما بين السماء والأرض، أي السماوات والأرض. ثانيا، لماذا خلق الله الموت والحياة؟ ليختبرنا أينا أحسن عملا. حين ترفع عينيك إلى السماء ماذا تجد؟ نجد النجوم. ما مصابيح السماء؟ هي النجوم. وما فائدتها؟ هي تزيين للسماء، وثانيا تمنع الشياطين. خامسا، هل ترى نقصا في السماء؟ كلا، لأن الله كامل في خلقه.